أهلا وسهلا، عساكم طيبين. اليوم من ظفار. لما نتكلم عن ظفار ونساء ظفار، يعني أفضل من يبدع ويمتع في هذه الصنعة. تعرفوا ليش؟ لأنه البخور الظفاري بشتى الأنواع انربط بظفار والحضارات القديمة، سواء اللبان ومن ثم العود ومزج العود باللبان والزيوت الفرنسية والعربية من الهند وغيرها من الحضارات والثقافات. فنساء الظفار عندهن الخلفية المتوارثة في صناعة البخور اللي ما تحصله في أي مكان آخر في الكرة الأرضية. هذا ما يجعل البخور الظفاري كثير مشهور على مستوى المنطقة. طبعا ولا قصور بالباقي، ولكن لما نتكلم عن الحرف والصناعات نحصل في كل إقليم، في كل جزئية، في كل دولة يعني ناس مشهورة بشيء معين. مثلا في شمال عمان الحلوى وغيرها من الصناعات، الكميم، الأزياء بشكل معين بتطريز معين. في ظفار كذلك صناعات كثيرة، وأبرزها وأهمها البخور اللي قدامكم. بحر الفخامة امرأة تقدم لكم بخور ظفاري منزلي، يعني شغل منزلي بأيادي ظفارية from A to Z، قمة الفخامة. يعني هذه الأنواع اللي قدامي، نبدأ ببخور العيد، هو حطب عود مشرب بالعود، مغرق بالعود، يعني ريحته عود فخامة فعليا، ريحة عيد. والنوع الثاني بخور فخامة ريحة فرنسية، المحبين البخور اللطيف اللي ينفع استخدام يومي أو شخصي، بس بكومبينيشن عطري كذا فرنسي لطيف ومنعش. وبخور الهيلية طبعا في ظفار من الأنواع المعتمدة اللي تحصلوها عند أي حد يقدم لكم بخور هو الهيل. كل البراندات الظفار تقدم هيل، كل النساء اللي تشتغل في البخور يقدموا لكم بخور الهيل. ليش؟ لأنه سيجنتشر ظفار، بس تختلف من شخص الآخر التركيبة والمعايير والمكونات والله يا جماعة الروايح في قمة الروعة، شيء من الآخر. شوفوا بخور العيد ريحة عود الحطب نفسه زين، ومغرقة بدهن العود. ما عليكم لأنكم تتخيلوا الفخامة، شيء من الآخر. قبل كذا يوم كنت متبخر منها وطالع من البيت، والله في البيت رسلوا لي رسالة متبخر بإيش من بخور، لأنه رجعنا البيت حصلنا ريحة البيت بخور من الآخر، شيء يعتمد وبقوة. خذوا لهم بحر الفخامة، وهذا حسابهم في الانستغرام، تواصلوا معهم وأتوقع طلبوا من عندهم. فخمة محبين العود الحطب الأوكي، الدهن العود، الريحة كذا الشرقية الفخمة، بس الطاغي فيها ريحة العود، دهن العود. وهذه بخور الفخامة أول مثل ما خبرتكم ريحة فرنسية لطيفة للاستخدامات اليومية. وهذه الأبركت من عطورهم اللي أنا كثير أحبها، لأنه ريحة الخوخ لطيفة اللي تنفع للاستخدامات اليومية. شيء تبارك الله ويثبات. أنا أرش منه في كل الأوقات لأنه منعش حتى لو في البيت. الهيلية الله يسلمكم، شوفوا تكون كذا، شوفوا شفت اللون الأبيض هذا هيل مطحون فيها الهيل. وأنا مخلصها هذه خلاص، كل يوم استخدمها. ترى الهيل صح من السبايسز ومن التوابل، ولكن من التوابل اللي منعشة وخفيفة ولطيفة، وريحتها بس تخلصوا من التبخير لما تثبت في المكان ريحة في قمة اللطافة. الله، أنا بالنسبة لي هذا أقوى بخور هيل مرت علي بصراحة دون أي مجاملة. الهيل اللي فيها واضح، وفي كذلك عود وتركيبة شرقية بس موزونة. الحلو أنك أنت تقدم منتج موزون لطيف. فبحر الفخامة هذا اللي يميزهم، أنه كل بخورهم موزونة، التركيبة العطرية الصح، نوعية العود الحطب صح. الله يبارك لهم. بأمانة أنصحكم إذا أنتم محبين الهيل بهذا الهيلية، محبين. تعرفوا الحين وأنا أصور لكم إيش الحوار اللي يدور بيني وبين نفسي، متى الهواتف والأجهزة تمكنكم من مشاركة الريحة، لأنه مهما أوصف الوصف له حدود. بعكس إذا أنتوا وصلتكم الريحة بتعرفوا عن إيش أنا بتكلم.